رفيق المصطفى اشفي العليلة. الله الله وعين قتادة. اسمي أيوب شعيب من طلاب المتخرجين من الفصل الثامن 2021 و2022. أولا أشكر الله تعالى، وثانيا أشكر لمدير العام المدرسة ومدير قسم التعليم فارح دع ومدير المعلمين دكتور داود حسن، وكذلك أشكر لمعلمي الكرام في الفصل الثامن ووالدي اللذان كانا معي في المساعدة وفي دفع الرسوم والتشجيع، ولولا والدي لما بلغت هذه المرحلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يشكر الناس لم يشكر الله. وأرجو إن شاء الله النجاح بالرغم أول ممتاز بالامتحان النقلي لوزارة التربية والتعليم لولاية بنتلان. أريد الآن أن ألقى إليكم كلمة تنبيه تتعلق بها نعمة خص الله بها فئة من الناس وحرمها فئة أخرى. ما هذه النعمة؟ هي الأولاد. لقد تفضل الله على عباده بنعم لا تحصى، فكل نعمة يراها العبد على نفسه هبة من الله تعالى. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، واعلموا أن هناك نعما أخرى قد خص الله بها فئة من الناس وحرمها فئة أخرى ابتلاء منه سبحانه ليميز الخبيث من الطيب وتمحيصا لعبادي. قال تعالى: ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فمن أعظم النعم على الإسلام بعد نعمة الإسلام نعمة الولد، ولا سيما الولد الصالح. نعمة الولد لا يعرف قدرها إلا من حرمها، فكم من الناس من منع من الأبوة والأمومة فتراه يسعى جاهدا ليلا ونهارا بكل ما أوتي من جهد ومال للحصول على الولد الذي فقده، ولكن قدرة الله فوق الطاقات والأموال المهدرات، لأنه سبحانه عليم قدير يختبر العباد ويتمنى على الإنسان. فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أولادنا ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا وفلذات أكبادنا وزينة حياتنا وأحشاء أفئدتنا. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. الأولاد قرة الأعين وبهجة الحياة وأنس العيش، بهم يحلو العمر وتنزل الرحمة ويضاعف الأجر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقضى عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أيها الآباء والأمهات، الأولاد عماد هذه الأمة وعزها المجيد وحصنها الحسين. الأبناء قوة الشعوب وهم سبب الفتوحات وأساس الانتصارات. أولادنا هم شباب هذه الأمة الصومالية، فإذا قصرنا في تربيتهم وأهملنا في توجيه سلوكهم فقد عرضنا هذه الأمة الصومالية الضعيفة المستذلة في العالم للذل والهوان، وكنا سببا في ضياع الأمة، بل كنا سببا في الهلاك. فأنت أيها الأب وأنت أيتها الأم قم بتربية أولادك اليوم، تصنع رجال الغد وأمهات المستقبل، تكون سببا في مستقبلهم إن شاء الله. أقتصر كلامي هذا، ليس لنا وقت طويل ولنا برنامج كبير سترون إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مديح المصطفى اشفي السقامة. الله الله ومادحه